هو الحقيقة يلزم نثمن مجهودات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في طرح القضايا الحقيقية اللي من شأنها وأنها تجيب على أسئلة حارقة اليوم في علاقة بالمشهد الإعلامي بشكل عام والإعلام الرياضي بشكل خاص. خاطر اليوم واضح فما مشكل، فما أزمة ثقة، فما تشنج، فما زيغ. بعدنا شوية على دور الصحافة الرياضية، شو مطلوب منها للصالح العام الرياضي، لصالح حق الجمهور في المعلومة. للأسف اليوم الإعلام الرياضي ولا اعلام نتاع معسكرات، نتاع حروبات، نتاع ملل ونحل، ما عندها حتى علاقه باخلاقيات المهنه. مكانه الصحفي في المعادله هذه نتاع الاعلام الرياضي ولات ضعيفه. الصحفي الرياضي ولا الحلقه الاضعف للاسف في المعادله الاعلاميه الرياضيه، وهذاك علاش مثل النقاشات هذه تنجم تصلح المنظومه من الداخل، تنجم تكرس اخلاقيات المهنه، تنجم ايضا تكشف المستور، لانه كي نكشفوا الحقائق للناس وقتها نجموا نبداو نشخصوا التشخيص السليم ونقدموا الحلول باش نقدموا باعلامنا الرياضي. اليوم يؤسفني برشا انه برشا صحفيين رياضيين محترمين محالين على البطاله وقت البلاتوات الاذاعيه والتلفزيونيه، يعني محتكرينها دي كرونيكور ما عندهم حتى علاقه بالاعلام وبالصحافه، هما مجرد اذرع لرؤساء جمعيات، لجمعيات رياضيه، لمسؤولين رياضيين، لمستشارين. وهذا خطير برشا، يلزم نقولوه للناس، يلزم نكشفوه، ويلزم نفهموا القائمين على وسائل الاعلام المنتجين للبرامج الرياضيه وانه هذا مش معقول ومش مقبول، وانه اليوم تنتهك اخلاقيات المهنه، وانه الاجواء نتاع الفيراجات هذيك مع احترامنا لجمهور الفيراج، وانا نحب الرياضه وانا نحترم الشيخه والجو نتاع الجمهور الرياضي، لكن راهو الجو هذاك ما يلزموش يتحول بطريقه عنيفه وبطريقه سيئة جدا للمنابر الإعلامية. راهو فما مسؤولية اجتماعية لوسائل الإعلام، فما أخلاقيات مهنة، فما مدونات سلوك، وفما السعي للحقيقة. واجب بالإعلام أنه ينشر الحقائق للناس ويكشف المستور من خلال أشكال صحفية متعددة. مش معقول اليوم لا نلقاو لا دي روبورتاج، لا نلقاو تحقيقات، لا نلقاو صحافة بيانات، لا نلقاو صحافة تفسيرية في البرامج الرياضية. وقت تلقى أنت مدرب سابق بطال يجي يحب يلوج على ظهور اعلامي باش يرجع في الكورس وباش تعيط له جمعيه رياضيه ولا الجامعه ولا غيره وتعطيه منصب باش يخدم باش يلقى شهريه، وقت دي كرونيكور ياخذوا في شهري من رؤساء انديه ومن مؤسسات اقتصاديه ومن رجال اعمال. والحال انه المنطق يقول انه اي كرونيكور عنده ضوابط، عنده اخلاقيات، ويلزم المؤسسه الاعلاميه هي اللي تخلصه باش يحافظ على استقلاليته وعلى موضوعيته اتسيتيرا. اليوم فما سمساره في البرامج الرياضيه، فما سمسره حقيقيه، مسؤولين رياضيين تلقى كرونيكور وميم طون في تضارب مصالح صارخ. يعني كيفاش هذا ينجم ينقذ الجامعه ولا ينجم ينقذ الفريق الرياضي اكس ولا الفريق الرياضي ايغريك، لاعبين سابقين لانديه، يجيب منطق التعصب. يعني هو اذا كان يحب فريق من الفرق فبالتالي ما على بالوش بالحقيقه يولي يلزم يدافع مع الجمعيه هذيك ومع المسؤول هذاك ظالما او مظلوما. وهذا خطير برشا، هذا ديراباج خطير قاعد يصير. ونتصور بمثل الندوات هذه اللقاءات هذه نجموا نلقاو الحلول، على الاقل طرح الموضوع في حد ذاته يخلي الناس تفرغ قلوبها، تقول ما يجب أن يقال، ونبنيه خطة عمل للمستقبل. وهذا مشكور النقابة وأنها بدأت فيه، وأنا نعتقد وأنه ما يلزمش نقفوا على هذا، يلزم نبنيه عليه مسار كامل للإصلاح في المشهد الإعلامي بشكل عام وفي الإعلام الرياضي بشكل خاص. ونذكروا أنه الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي ما يلزمش يحتكرهم 4 أندية، وما يلزمش يحتكرهم رياضة كرة القدم وبالتحديد الأكابر. راهو اليوم فما برشا رياضات، راهو الإعلام الرياضي يمشي يلزم يفكك الملفات المتعلقة بالسياسات العمومية في المجال الرياضي، المنشآت الرياضية، الرياضات الفردية، بقية الرياضات الجماعية، المشاكل الحقيقية متاع أصناف الشبان، متاع الأبطال الوطنيين. اليوم عندنا أبطال وطنيين في السباحة، في ألعاب القوى، في الملاكمة، في الجمباز، في التنس، في برشا رياضات مهمشين للأسف. وقت الناس هذوما عطاو ميداليات لتونس، رفعوا راية تونس عاليا، شرفوا تونس، خلاو تونس في مصاف الأمم الكبيرة رغم قلة الإمكانيات. اليوم يلزم العناية بالملفات هذه. كما فما مشاكل في علاقة بالحوكمة داخل الجامعات الرياضية، داخل الأندية الرياضية، فما فساد، فما تضارب مصالح، فما مشاكل قانونية اليوم في علاقة بالنظام القانوني والأنظمة القانونية للجمعيات الرياضية. اليوم فما برشا أفكار مطروحة، فما مشاكل في علاقة بملف الرهان الرياضي وغير هذا الكل لازم يتطرح من قبل إعلام رياضي محترف يحترم أخلاقيات المهنة. شوف أنه يكون فما سلطة للمستشارين، راهو هذا صراع أزلي في العالم الكل بين الصحفيين ووسائل الإعلام وبين المستشارين.
انه يكون فما أرضية تنظم العملية بشكل موضوعي، بشكل ما يمسش من استقلالية عمل الصحفيين، من جودة المضامين الإعلامية، من أنه نحطوا الإصبع على ونكشفوا الحقائق اللي لازمها توصل للجمهور. هذا عادي. لكن إذا كان يولي المستشار هو اللي يعين الكرونيكور ويختار مقدم البرنامج أو يختار ويحدد الخط التحريري ويحدد المواضيع اللي يتم مناقشتها ويصير تضليل ويصير توجيه للرأي العام، ويصير فما حقائق لازم نخبيوها وفما حاجات لازم ندافعوا عليها، خاطر اللاعب الكبير هذاك ما يلزموش يتمس في الفريق اكس، ولا رئيس النادي هذاك خاطر مستشار وعنده فلوس فبالتالي يولي نافذ هو، يولي انتو شابل ويولي محرم انه نحكيو عليه ولا نحكيو على الجمعيه هذيك كيفاش تتسير. هذا الحقيقه مش معقول. اليوم النوادي الرياضيه راهي ملك للجمهور، مش ملك لرجال الاعمال، مش ملك لعدد من المسؤولين. الجامعه الرياضيه والجامعات الرياضيه راهي ملك للتوانسه الكل، ماهيش ملك للمسؤول اكس او للوزير ايغريك. فبالتالي اليوم يلزم الصحفيين يستعيدوا المبادره، يلزم يفرضوا اخلاقيه المهنه، يفرضوا علويه الحقيقه، يكون فما تضامن بين المؤسسات الاعلاميه وبين الصحفيين. انا اتصور اذا كان كل المؤسسات الاعلاميه تكسر المحرمات هذه، المستشار في النهايه هو حاجته بوسيله الاعلام، هو يحب يروج للبرودوي، هو يحب يعمل حمله اتصاليه، لكن مش على حسابنا، مش على حساب الحقيقه، مش على حساب اخلاقيات المهنه. فبالتالي يولي المستشار يخاف من وسائل الاعلام ويخاف الصحفيين، مش العكس. اليوم وسائل الاعلام والصحفيين يخافوا من صاحب المؤسسه اكس ومن المستشار ايغريك. قال شنو يقص علينا السباله نتاع البيوب اللي هي معناها فضيحه اليوم، ارقام البيوب في المشهد الاعلامي التونسي بشكل عام والاعلام الرياضي اليوم. يعني كي نشوفوا الميزانيات المرصوده بارابور دول اخرى، كان نمشيو قريب يعني المغرب ولا مصر، ولا نمشيو الدول الغربيه، نمشيو لفرنسا، نمشيو لامريكا، نمشيو لي بي سكونديناف، نمشيو انجلترا وغيرها، يعني ما نحكيو نمشيو للخليج، يعني ارقام خياليه فلكيه. لكن احنا اليوم بالبودجي الصغير هذه للاسف 3-4 شركات، 3-4 رجال اعمال، 3-4 مستشارين ولا هما اللي يصنعوا القرار التحريري في المؤسسات الاعلاميه. ولا الصحافي مهمش، الصحافي بطال، الصحافي فمه يتكمم. قالوا شنو ولا المستشار. واليوم هذا يدوس يلزم يتحل، فما برشا تضارب مصالح، فما شبهات فساد، وفما اشكاليات قاعده تفسد في العمليه الاعلاميه الرياضيه للاسف. والله خدمنا برشا تحقيقات حسب امكانياتنا. الكتيبه فيها 5 صحفيين، فيهاش 200 صحافي كما مؤسسات اعلاميه اخرى، وما فيهاش 20 و30 صحافي رياضي كما مؤسسات اعلاميه عموميه. لكن اكيد فما برشا ملفات باش نحاولوا نفتحوهم الفتره الجايه، كما فتحنا ملف الكرونيكور الرياضي اللي هو كان محور اللقاء هذا، كما فتحنا ملف المنشات الرياضيه، ملعب المنزل مثالا. اكيد فما ملفات اخرى مش تتحل في كنف الاستقلاليه، وما فما حد شيء راهو تابو، معناها اللي فما نقولوه بعيدا على انتماءاتنا الرياضيه ولا الفكريه. انتمائنا الوحيد هو الاخلاقيات المهنه الصحفيه، هذيك هي الايديولوجيه الوحيده نتاعنا في الكتيبه. أنا نعتقد إصلاح الإعلام الرياضي يتطلب الانفتاح على بقية الفاعلين، مش فقط الصحفيين ونقابة الصحفيين معنيين، المستشارين معنيين، النوادي الرياضية، الجامعة، الوزارة، الجمهور لازم نشاركوه معنا في المسار الإصلاحية. هذا لازم نحلوا ملف الاستشهار، هذا ملف تابو لازم يتحل. نحلوا ملفات الفساد وتضارب المصالح خاصة في علاقة بالبلاتوات الرياضية وفي علاقة بالكرونيكور الرياضي. ونحلوا أيضا الملف المتعلق بالمنظومة ككل، المنظومة القانونية، المنظومة التشريعية. وكانوا حاضرين معنا اليوم نواب وطرحوا الموضوع هذا، لانه ما نجموش نصلحوا الاعلام الرياضي ونصلحوا الرياضه في تونس بمنع عن الدوله، لانه الدوله هي اللي تضبط السياسه العموميه، مش الصحفيين فلاقه يعملوا اللي يحبوا، والا وحدهم مش يعملوا برنامج عمل. لازم يكون فما عمليه تشاركيه بالاساس.